الكل ضحك عليه جايب سلحفة في بطولة وحوش. سبوباي دخل بطولة وهو بيشرب بيبسي وساحب وراه سلحفة صغيرة نايمة بحجم علبة أكل، بينما باقي الناس جايين بتنانين وذئاب نارية ووحوش بتمد نار. بس محدش كان يعرف إن السلحفة دي هتسحق كل اللي في الساحة. الناس كلها ضحكت، حتى المدرسين بصوا لبعض باستغراب. مين يجيب سلحفة ما تتحركش في بطولة قتال؟ بس فجأة تورتوجا فتحت عينيها، نور ذهبي طلع منها، السما اتشقت وفي لحظة اتحولت لوحش عملاق. سلحفة سودا بمدرعة حجمها غطى الساحة كلها. بضربة واحدة خصمه اتدفن في التراب، ضربة كمان واللي بعدها طار زي العروسة القماش. وسبوباي لسه قاعد وبيشرب بيبسي. كل الوحوش وقع واحد ورا التاني، اللي بيطير اللي بيستخبى اللي هرب، ولا حد قدر يلمسها. لحد ما واحد قال انا هدبر له خطة، بس ما كانش عارف الحقيقة. طول ما تورتوجا ما تأذتش محدش يقدر يلمس سبوباي. وفي الاخر سبوباي طلع البطل والجامعة كلها وقفت سقفت له. الولد اللي جاب سلحفة بقى اسطورة دلوقتي، كل المدارس بتحاول تدور على سلحفة زيه. بس اللي حصل بعد البطولة كان اغرب من كل ده.